طبعا حقيقي والله وبلا مبالغه وبلا اي مجامله، وانا ما بعرفش على فكره جامل، ودي مشكلتي في حياتي كلها ان انا كده يا ابيض يا اسود جدا. حقيقي ما بعرفش الوع الكلام، ولا اللي في قلبي هو اللي بقوله، يعني ما بقولش كلام مزوق. استمتعت بالشغل مع الاستاذ خالد الحضر حقيقي، في هدوءه، في سكينته، في صبره علينا. كان طبعا في ساعات المواعيد بنتاخر مش عارفه ايه، كان صبور جدا. في يوم اخرنا الركور غصب عني، قعدنا كنا يعني خلصنا المسلسل المفروض ورجعنا تاني الركور، قعدنا يوم ندور عليه، لانه من صيف الشتوي وشتوي الصيف وطرح ما اعرفش ايه، وشلنا الشتوي كله علشان ندور على الشتوي برضو، دي يعني مساله كبيره قوي. ففضل يوم بحاله وهو مستني لغايه ما يجي الروب وتيجي الطرحه، يعني ده موقف لا انساه له. وفضل الصابر، يعني صبر ايوب. لو اي مخرج تاني كان فركش وكان قال بس بقى مش شغال حقيقي. يعني المجموعه اللي هو مختارها كلها، الشركه المنتجه. انا عملت 3 اعمال السنه دي بفضل الله سبحانه وتعالى، ويمكن بقولها في كل مكان، العمل الوحيد اللي استمتعت بيه هو دوران شبرا، في كل حاجه، انتاجيا، اخراجيا، تمثيليا، مش عارفه ايه، موضوعيا. الموضوع طبعا ده هتزعلي ناس تانية كده؟ لا يزعلوا، ما بيهمنيش. بص انا في ادم حصل لي ظروف صحيه، يعني دخلت المستشفى عايزين نطمن على حضرتك الاول، نعم عامله ايه؟ عايزين نطمن عليكي. يعني الحمد لله لسه برضه باخد علاج طبيعي علشان رجلي، لاني يعني رجلي اتأثرت، العروق لفت على بعضها. عمرك شفت العروق تلف على بعضها؟ هو محمد سامي السبب. يعني معلش، هو طبعا عايز ينفذ شغله، هو على فكره مخرج برضه كويس، ما نقدرش نقول في حاجه وحشه في الحقيقه، لكن ظروف العمل نفسها كانت صعبه قوي، لانه العمل برضه مش سهل. يعني ادم مش سهل ابدا في الحقيقه، وعمل مصروف عليه وعمل متكلف والعناصر كلها متكامله يعني. لكن انا بتكلم عن نفسي، انا تعبت في العمل ده. وطبعا كانوا انهم يستحملوني برضه 15 يوم يوقفوا الديكور لغايه ما اطلع من المستشفى، جزاهم الله كل خير. دي انا مش هنساها لهم يعني، ان كان ممكن انا لما جاني محمود شميسي المستشفى قلت له هات اي حد، قال لي لا يهديك يرضيك، انا لسه ما عملتش حاجات كتير، يعني مشاهد كلها خارجي ممكن تتغلب عليها واعمل اي حد يعمل دول. قال لي انا مصر انت اللي تعمليه، انت صابره. فانا ده موقف برضه لا يمكن انساه لهم بامانه يعني. دوران شبرا بقى مش عايزه اقول لك النص عجبني قد ايه، والشاب موهوب هو عمرو الدالي، والاول مره بيكتب، وموضوع جديد، موضوع يعني انا في الحقيقه اتشدت ليه، ان هو بيتكلم عن جاره مسلمه وجاره مسيحيه بجانب الاحداث دي كلها، وفي جرأه غريبه. يعني انا كل يوم بكتشف في المسلسل معاكم وانا بتفرج معاكم، يعني يمكن في حاجات انا قريتها، لكن التنفيذ ازاي بقى دي ابداع المخرج. فبستمتع ببقيه العناصر الثانيه. يمكن انا الشباب اللي انا شفتهم يمكن كنت بشوفهم في البلاتو كده ما اتكلمتش معاهم، زي ابراهيم. انا عجبني قوي في الحقيقه، وعجبني اللي هو اسلام، اسمه ايه اللي عامل احمد صلاح. المعجزه بقى في واحد انا بتصل بعمرو ده بقول له مين الولد ده؟ قال لي ده اخويا. قلت له اخوك مين؟ ما كنتش عارف انه اخوه بامانه. قلت له مين ده؟ اولا لغته الفرنسيه بيرفكت، اتكلم فرنساوي، يعني قلت ايه ده؟ مين ده؟ ايه الرقي ده؟ انا بحب كده، بحب العمل غني، ان الناس بتعرف تتكلم لغات، ده بيدي للعمل غنى. فلقيته حتى من خلال الجمله بيقولها، انا قلت مين الولد ده؟ فبسال عم، قال لي ده اخوي. قلت له اخوك؟ والله العظيم ما كنت اعرف، ما اعرفش يعني، ما عنديش فكره. انا بتعرف طبعا اكيد يعني. استمتعت بمجموعه الشباب الجداد، فرحت بيهم حقيقي، كل واحد بيأدي دوره باتقان، وتحسي ان فيهم صدق، كونوا منهم اول مره يطلعوا على الشاشه، او يمكن طلعوا في حاجات مش بارزه قوي او ما حدش شافهم، لكن هنا المخرج مبروزهم، مدي لكل واحد حقه. ودي هنا ميزه المخرج يعني ما عندوش اي غرض غير ان هو يطلع عمل كويس. في مخرجين للاسف الشديد واشتغلت معاهم كتير ومروا عليا كتير، يهمهم المصلحه، يعني معاه مصلحه مع عفاف يطلعها حلوه، ما معهوش ما يطلعها زي الزفت. بس لهدف معين. نعم؟ بس لهدف معين. هنا لا، المخرج مدي لكل ذي حق حقه. عجبتني قوي ملك اورا، تجنن
بصراحه. انا ودلال حقيقي كنا بنحب بعض الحمد لله، ودلال ست راقيه جدا. يعني الحمد لله في ناس كتير تتصل بيقول انت كنت عامله إيه انت ودلال؟ ده في فلانه اتخانت، واقول لهم ماليش دعوه، انا ودلال الحمد لله كنا كويسين. وبرضه بقول هنا المخرج عليه العمل، المخرج كان لامم الموضوع، كان ما عندوش وقت اولا للهزار، ما عندوش وقت للضحك، كله شغل 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 شغل، فبالتالي ان احنا كمان ما عندناش وقت ان حد ينكف في التاني، ودي ميزه حلوه. يعني لمينا كلنا كده تحت باطه وخدنا كلنا. صحيح اللوكيشن كان ضيق قوي والشقه كانت يعني مش عايزه اقول، بس هو مطلعها حلو جدا، مطلعها واسعه، والايه ده هي دي الشقه اللي احنا كنا قاعدين فيها؟ مش ممكن. طبعا حوريه مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله حقيقي، حلوه يمكن الدور ده برضو هيرفعها ان شاء الله. دعاء طعيمه تجنن، يعني هي شفتها في حاجات تانية بس يمكن هنا هي اللي بارزه اكتر، حاجات تقيله بقى. ابني بقى الكبير ده مش هتكلم عنه انت بريتي منه خلاص. لا والله كان جميل جدا وكويس، وهو هادي يعني، حتى ما بيجي يتكلم وبيزعق كده جوه يعني، فساعات انا ما كنتش بسمعه يعني، كنت ايه قاعدين اقول يا رب بقول ايه، بس عايزه اركز معاه بس الحقيقه لا يعني هو بيندمج قوي، طبيعي، هو انسان طبيعي يعني، ممثل طبيعي، وده حلو فيه. حتى اللي هو اسمه ايه، عماد برضه كويس قوي في الحقيقه. محمد رمضان ممتاز. احمد عزمي مش لاقي حد وحش. اللي عامله دور سميه اسمها ايه؟ عايزين نتكلم على كوكي دي بقى صاروخ. فعلا. ونرمين ماهر دي بقى الصاروخ الاكبر. نرمين صاروخ من زمان. دي صاروخ اكبر. لا هو حقيقة أساس الموضوع كله إحنا ما كناش بنشتغل تلفزيون، يعني إحنا بنشتغل عادة سينما، يعني حكاية التلفزيون دي جديدة علينا شوية. الموضوع كله ابتدى لما مؤسسة BBC اتصلوا بينا وقالوا عندهم فكرة، عايزين يعملوا عمل اللي هم بيسموه بالإنجليزي سوشيال ريسبونسبل دراما، اللي هو دراما اجتماعية مسؤولة. فوالله الفكرة عجبتني، لأنه ده إلى حد ما هو الشركة بتحب تعمله، تكون قريبة من الناس، وإنه نبتدي عمل مع مؤسسة زي BBC في مجال جديد علينا. ده كان حافز لينا إنه نتحمس لهذا العمل، ونقول إحنا بنشتغل مع ناس عندهم خبرة كبيرة جدا وعايزين يعملوا حاجة احنا بنحبها. فده كان اساس العمل الاول. حاجة الجزء الثاني المهم اللي شجعني انا شخصيا اعمل العمل غير الموضوع، انه مؤسسة BBC قالت انه هي هتشارك معانا في العمل، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، فهم الفلوس اللي هيحطوها مش عايزينها. فقعدنا اتفقنا معاهم انه اي عائد في نسبة مشاركة BBC في العمل هيتعمل بيه صندوق يوسف شاهين لدعم السينما. فاحنا دلوقتي وصلنا لحسابات مبدئية، يعني تقريبا نص عائد بيع العمل هنبتدي بيه صندوق يوسف شاهين لدعم السينما، ودي حاجة أنا كنت طبعا حابب أعملها من زمان، ودي كانت فرصة ذهبية. فدول كانوا حاجتين مهمين جدا، او 3 حاجات، اللي هو نشتغل مع مؤسسة عريقة عندها خبرة في هذا المجال، احنا بنخش مجال جديد مع ناس كويسين، عندنا هدف تاني اللي هو صندوق يوسف شاهين لدعم السينما، اللي هو صندوق غير هادف للربح، وده هيبقى لدعم الشباب المخرجين او السيناريست او والموضوع نفسه فكرة العمل اللي هو الدراما الاجتماعية المسؤولة حاجة بتهمنا. فهي دي الأسس اللي احنا بناء عليها قلنا عايزين نعمل هذا الموضوع. في كمان هدف تاني انه كان من اهداف العمل انه لما يكون في فريق من BBC بيشتغل معانا ممكن ننقل خبرة من BBC
الفريق المصري اللي هو بيشتغل. فده كان في حاجات حلوه قوي في الموضوع، فكان صعب، فما كانش فيه هي اقدام كده بشجاعه وكذا، لا في كذا حاجه حسيت انه مهمين جدا، وده اللي حمسنا جدا انه نعمل العمل. انا عاده بحب في اي فيلم من الافلام، لو حضرتك لاحظت في بيبقى دايما وجوه جديده، 2 3 واحده، يعني انا اكتشفت كام وجه جديد كده. انا حسيت ان في عدد كبير من الشباب، فحبيت اني اشجع الشباب الجديد انه ياخد فرصه ويتشاف بطريقه اكبر على التلفزيون. طبعا التلفزيون اكبر فرصه لاي مشاهد، لانك ممكن تجيب حد شاب جديد في فيلم والفيلم يقعد اسبوعين في السينما محدش يشوفه. لكن مثلا لو حد لمده 30 يوم شاف ابراهيم وعمل دور كويس، او دعاء، او بتاع مش وجه جديد طبعا. بس فده بيديهم فرصه اكتر يعني. وانا اللي حبيته في الموضوع ان بيتكلم عن 3 اجيال، يعني عن جيل الامهات وبعدين جيل الوسط وبعدين جيل الشباب اللي هو قد ابراهيم وكده. فكان في مساحه ان انا اقدم شباب يعني شباب انا عارفهم من ممثلين كويسين وعاوزين فرصه. فحبيت يعني الاستاذ جابر اداني حريه ان انا اختار اللي احنا عاوزينه. كنا بنتكلم يعني، كنا بنتكلم في هيثم او مين تاني معاه. مثلا حريه لما جت انا استغربت انها شكلها مختلف تماما عن الطلعه، شكلها نظيفه كده، قلت دي نظيفه مش ممثله يعني. فجربناها عملنا لها تيست، فحسيت لا ان في ممثله جواها، وشفت لها اجزاء من فيلم خالد يوسف. فالواحد بيمشي بالموضوع ده بقلبه يعني. انا عاوز اطلع قدام جديد لو المنتج اتاح لي فرصه، ودي طبعا بترجع. وده برضه حصل لي في فيلم الشو، ان الاستاذ محمد ياسين اداني حريه ان انا اعمل اللي انا عاوزه، الاستاذ جابر اداني حريه ان انا اختار الممثلين لانهم واثقين فيا. فدي بتديك حريه انك ما تتقيدش في الوجوه اللي موجوده اصلا. يعني في منتج يريح نفسه يقول لك لا هات لي اللي الناس عارفينه. انا بالنسبه لي بحس اللي الناس مش عارفينه بيبقى شيق اكتر. يعني هو مبدئيا اختيار شبرا، لانه انا احد ابناء حي شبرا، فمن وانا صغير بفكر ان انا عايز اعمل حاجه عن حي شبرا. حصل اتفاق مع استاذ جابي وافلام مصر العالميه ان احنا هنعمل دراما. طب لو انت عندك فكره كويسه اعرضها وبتاع. معايا اي فكره ان انا عايز اعمل حاجه عن شبرا، فتحمس جدا، والجماعه في البي سي تحمسوا جدا الحمد لله. فقررت ان انا اعمل حاجه عن شبرا، اللي انا منها اللي انا شويه هبقى ماسك كل معطياتها. ده يبقى بدايه عمل كويس ليا، لاني هبقى عارف خطوط الحاجات رايحه فين وجايه. بالنسبه للسؤال التآلف بين المسلمين والمسيحيين، ده حقيقي جدا في حي شبرا. فكره ان انا ما اخترتش العب على فكره الفتنه، لان في فتنه فعلا بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ده حقيقي. بس هي في شبرا تحديدا واضح جدا المحبه والموده اللي بين المسلمين والمسيحيين، لان كل الناس عايشه في قلب بعض زي ما المسلسل جاي كده. كل عماره فيها مسلمين فيها مسيحيين، كل شارع فيه شويه مسلمين وشويه مسيحيين، في بينهم علاقات كويسه وعلاقات نص نص. بس في الاخر هم قادرين يهضموا الموضوع، يعني قادرين يهضموا كل المشاكل دي في موضوع في الاخر، لانه ده متربي مع ده، وده واكل من الاكل ده، وده عايش مع ده. حاصل المواد دي. طب انا ليه اروح للوحش؟ ما ده ممكن اقول ان حلو واظهر شويه حاجات وحشه، بس في الاخر تبقى اقول لكل الناس ان احنا كويسين يا جماعه، سيبونا في حالنا، احنا عايشين كويس جدا، مفيش اي حاجه. وبلاش نلعب على فكره ان المسلمين بينتقدوا المسيحيين، المسيحيين حاسين بظلم. يعني طب ليه؟ طب انا اوريدي طول عمري عايش مع المسيحيين وعلاقه كويسه. ولما جيت اشتغلت اول عمل كبير اشتغلت مع 200 مسيحي، فالحمد لله يعني استاذ جابي مسيحي وانا الدنيا كويسه، الدنيا ماشيه كويس، مش اي حاجه.